القوات المسلحة وعقيدتها تجاه شعب مصر العظيم لن تتغير، ويخطئ من يعتقد أنه بأي حال من الأحوال يمكن الالتفاف أو الاختراق لهذه العلاقة الراسخة في وجدان الجيش. أقولها تاني: يخطئ من يعتقد أنه بأي حال من الأحوال يمكن الالتفاف أو الاختراق لهذه العلاقة الراسخة في وجدان الجيش مع شعب مصر العظيم. إرادة الشعب المصري وحده هي التي تحكمنا، ونحترمها ونرعاها بكل تجرد ونزاهة وشرف ودون تزييف. ويخطئ من يعتقد أنه يمكن الوقوف أو التصدي أمام هذه الإرادة أو مجابهتها بالعنف، ونحن مسؤولون أو مسؤولين مسؤولية كاملة عن حماية إرادة هذا الشعب العظيم. خليني أقول لكم أني المروءة اللي ممكن إحنا نعيش بيها كضباط في الجيش وضباط صف لما نشعر إن الشعب المصري كله مروع وخايف. إحنا نروح نموت أحسن بقى. صحيح. اللي يسيء للجيش يبقى بيسيء للشعب المصري كله. ويخطئ من يعتقد أننا سنظل صامتين أمام أي إساءة قادمة، وأرجو أن وندرك جميعا مخاطر ذلك على الأمن القومي المصري. هقولها تاني: يخطئ من يعتقد أننا سنظل صامتين أمام أي إساءة قادمة للجيش ورموز الجيش، وأرجو أن يدرك الجميع مخاطر ذلك على الأمن القومي المصري. ويخطئ من يجرد الآخرين أو اتهامهم، ولا بد من إدراك أن التحديات التي نجابهها جميعا تتطلب الاصطفاف الكامل لكل المصريين للتغلب عليها وعبورها بأمان. القوات المسلحة ما حاولتش خلال الشهور اللي فاتت أبدا تتدخل في الشأن العام والسياسة، وسابت الأمور تسير كما تسير الآن. لكن أنا عايز أقول إن في مسؤولية أخلاقية ووطنية وتاريخية ملقاة على عاتقنا جميعا. في مسؤولية، بقول أخلاقية وتاريخية ووطنية ملقاة على عاتقنا جميعا. في مسؤولية هنقف بيها قدام ربنا كمان، ودي أكتر من كل المسؤوليات، وهنحاسب على اللي احنا بنعمله واللي هنعمله. لن نقبل ولن نوافق أو نسمح بدخول مصر في نفق مظلم من الصراع أو القتال الداخلي أو الحرب الأهلية أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة. أرجو إن احنا كلنا نحمي مصر، كلنا، وكلنا بفهمنا. كل كلمة أنا قلتها متجردة إلا من حاجة واحدة بس: حب البلد وحب الناس، كل الناس، المسلم، المسيحي، كل الناس.